ومرحبا بكم معنا في القناة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم اكتشفنا بان واحد الاغنيه قديمه ديال المطرب الراحل عبد الصادق شقاره تسرقات. تسرقات، وما عمرنا ما لاحظنا بانها تسرقات. وهاد الاغنيه هي حبك القمر ديال الفنان الراحل عبد الصادق شقاره. وهاد الاغنيه هذه غناها الفنان عبد الصادق شقاره الله يرحمه في الستينات. وهاد الاغنيه هذه تسرقات من طرف واحد الفنان جزائري، ما عمرنا ما انتبهنا لهاد السرقه. المهم غنوريكم الاغنيه اللي غناها الفنان الراحل عبد الصادق شقاره والاغنيه اللي غناها الجزائري وانتم تشوفوا. هذه هي الاغنيه ديال الراحل عبد الصادق شقاره، كيغنيها واحد الفنان جزائري. هذه هي الاغنيه. دابا غادي تشوفوا شكون اللي غناها وغادي تسمعوها من الفم ديال الراحل المطرب عبد الصادق شقاره الله يرحمه. حبيت القمر بكمالو بكمالو بكمالو، شبك في النجوم دلالو. حبيت القمر بكمالو بكمالو بكمالو، شبك في النجوم. وكيفاش اكتشفنا بانها الاغنيه تسرقات؟ حنا المغاربه مدينا ما جبنا، ما كننتبهوش لهذا الشيء هذا ديالنا. فوقت كيفاش غادي نعرفوا بان هذه الاغنيه هذه تسرقات؟ عرفنا هذه الاغنيه تسرقات من طرف الحمله اللي داروا الاخوه الجزائريين على الاغنيه اللي غنات الفنانه الكبيره اصاله واسماء المنور، اللي هي اغنيه سيد الغرام. سيد الغرام قال لك اسيدي هذه الاغنيه هذه اللي غنات الفنانه اصاله والفنانه اسماء المنور، قال لك هذيك اغنيه جزائريه اصيله غناها هذاك السيد اللي سرق الاغنيه ديالنا. ملي مشينا نشوفوا هذه الاغنيه اللي غناها هذا السيد اللي قال لك ديالهم، لقينا بان هذيك الاغنيه اصلا ديال المغرب، ديال الفنان المغربي المطرب المغربي الكبير عبد الصادق شقاره، وديجا هما سرقوها من عندنا. وبلا حشمه بلا حياه كاينين شي بعضين بطبيعه الحال. انا ما كنعممش، ماشي كاع الاخوه الجزائريين، حنا كندويو على اللي خرجوا تيديروا حمله وتيقولوا لك هذيك ديالنا. فلقينا بان الاغنيه من التراث المغربي. الاغنيه ديال سيد غرام ماشي بحال الاغنيه ديال المرحوم المطرب عبد الصادق شقاره الله يرحمه. ولكن حنايا بنين جينا نشوفوا لقينا بانه هذيك الاغنيه اللي كيهضروا عليها واخا ماشي بحال سيد الغرام وهذه، لقينا بانها مسروقه وهي ديال الفنان الراحل عبد الصادق شقاره. وانا كنتعجب على كاينين شي ناس ما كيحشموش، كون غير سكتوا، كون ما هضرتوش، كون راه ما عرفناش هاد الفئه هذه، كون ما هضراتش كنا حنا راه ما نعرفوا واش فعلا سرقتوها ولا ما سرقتوها. فملي كنشوفوا لقينا بان هاد الاغنيه ديال سيد الغرام بعيده كل البعد على اغنيه ديال عبد الصادق شقاره الله يرحمه، وهي ماشي من التراث الجزائري ابدا، هي تراث مغربي محض. دابا غندوزو القلاده اللي لابسه الفنانه السوريه اصاله، اللي لابسها في راسها واللي هي خيط الروح او خيط الريح، اللي هي قلاده مغربيه محضه اصيله من التراث المغربي. وهاد القلاده هذه عندها اسماء متعدده على حسب المنطقه وعلى حسب المدينه المغربيه. كل واحد في المغرب، كل مدينه مغربيه شنو كتسميها. كاين اللي كيعيط ليها خيط الريح، كاين اللي كيقول لها خيط الروح، كاين اللي كيقول لها النواشه، كاين اللي كيقول لها العصابه، وكاين اللي كيقول لها العياشه. كل واحد في كل منطقه في المغرب وشنو كتقول هاد القلاده هذه، اللي هي تراث مغربي اصيل اللي كانت كتلبسو المراه المغربيه منذ الازل، واللي كانوا كيلبسوه الاميرات وباقيين تيلبسوه، واللي كتلبسو العروسه، ودائما دائما دائما باقي خيط الريح او خيط الروح دائما كنلبسوه وباقي كنلبسوه حنايا وتيلبسوه بناتنا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.